أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بأمريكا. كان الكابتن محمد الضرة وهو أحد أبطال مصر في كمال الأجسام. هو يعني يوتيوبر عنده ملايين المتابعين. كان اتكلم في بعض المساوئ في كندا. النهاردة هنتكلم على المساوئ ديت نقارنها بأمريكا، فخليكم معنا. الحقيقة الكابتن محمد الضرة له متابعين كتير جدا من كل أنحاء العالم، وطبعا كلهم من الناطقين أو المتحدثين باللغة العربية. فهو بيغطي كل من منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا الناس اللي هم الجيل الجديد، الشباب الصغير المحب لكمال الأجسام. بتجيله تعليقات كتير جدا وعنده متابعين كتير جدا، وعاش فترة في كندا، فيكاد يكون بيتكلم على واقع هو شافه. أول نقطة هو اتكلم عليها هي نقطة الكهرباء. والكهرباء قطعت للمرة السابعة مثلا في الصيف ده لوحده. شوية مطرة وهوا كهرباء تقطع، وتقطع مش نص ساعة مثلا، لا 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 لا، تقطع يوم يومين. لا. إنها بتقطع كتير في كندا. الحقيقة يعني الكهرباء في أمريكا برضه بتقطع، مش بالكم اللي هو بيتكلم عليه في كندا، ولكن برضه في أمريكا بتقطع لسبب إن كل الدول دي كلها الحكومة ليس لها علاقة بالموضوع ولها دخل بالاحتكار. يعني مثلا لو المدينة اللي أنا ساكن فيها هتلاقي فيها شركة واحدة بس هي اللي واخدة احتكار، أو هي اللي مدخلة خطوط الكهرباء للشركة دي، هي اللي بتصرف from A to Z على كل حاجة، على المنشآت، على الخطوط، على الكابلات، كل حاجة لغاية ما بتدخلك كهرباء البيت. فما حدش غيرها مسؤول لو حصل في زي عواصف أو حاجة زي كده، فهم المسؤولين عن الإصلاح. ولو ماسكين كذا حتة زي كده، وبما إن الشركات دي بتمص دم العمالة دي لغاية آخر قطرة في دمهم، فهتلاقي المهندسين، هتلاقي العمال الفنيين، هتلاقيهم اللي بيقوم بيه 10 في الدول التانية هتلاقي بيه هنا في أمريكا بيقوم بيه 2 أو 3. فعشان يخلصوا لو عنده كذا مدينة، كذا تاون أقصد، يعني فيها أو كذا ديستريكت فيها أعطال، فبالكم اللي عنده دوت يقدر على ما يغطي الأعطال ديت ويعمل الإصلاحات دي بياخد وقت. وده برضه في أمريكا موجود يعني. بنشوف الولايات اللي زي فلوريدا مثلا أو تكساس اللي بتتعرض لهاريكينز، هتلاقي برضو الموضوع بياخد عندهم وقت عشان يرجعوا تاني المية لمجاريها. مش يعني برضو ده في أمريكا مش بالكم اللي موجود في اللي هو بيحكي عليه في كندا. الإنترنت نفس القصة، بتروح خصوصا في التاونز، بتكلم على التاونز يعني، لأن البيك سيتيز دي قصة تانية، وأنا كمهاجر محبش أعيش في بيك سيتي يعني. فهتلاقي نفس القصة، هتلاقي برضو شركتين 3 انترنت محتكرين الموضوع، وهم بس اللي يقدروا يدخلوا لك. فانت يعني غصب عنك ساعات هيكون حتى في الشارع اللي انت فيه هم واخدين ده، فما حدش غيرهم يقدر يخش. فانت لو النت بطيء، لو الخط اتقطع، فانت تحت رحمتهم لغاية ما يبعت لك فني. او لو النت بطيء، هو ده يقول لك انت عندك 5 تليفونات و4 تابلت و2 لابتوب وتلفزيونات سمارت تي في، فانت كل ده بيسحب من ال 25 ميجا بايت اللي انا بديهم لك، فالموضوع بيصفى ان كل جهاز بياخد له 4 فطبعا ضعيف، ما اقدرش اعمل لك حاجه، وهكذا يعني. فغصب عنك لازم تقبل. البلد دي مفيش انجس منها انك تعيش فيها قسما بالله العظيم، ولا هتستفيد من العلاج المجاني، لان هنا اصلا يعني عشان تاخد ميعاد دكتور هتقعد لك 6 اشهر. وانا بقول لك عشانك انت، انا اصحابي دكاتره، انا ما باخدش مواعيد اصلا، والله العظيم متوسط بشكل هنا مش طبيعي. بس انا والله العظيم عشانك انت، عشان المهاجر الغلبان هنا هيطلع. اتكلم عن موضوع الصحة، وطبعا كل الناس اللي عايشة في مصر وفي الشرق الأوسط وفي الدول العربية بتتكلم على إن دي دول غاية في التقدم، وعندهم كمية إمكانيات لا يتخيلها عقل. يعني يقول لك وأنا في مصر يعني، يقول لك الواحد من دول الله لا يقدر يجرى له حاجة، يدخل على المستشفى على الإمرجنسي، يجروا بيه زي ما بنشوف في الأفلام كده يعني، يدخلوه يعالجوه، وهو طالع يقولوا له يعني فين الفلوس؟ هتدفع إزاي يعني؟ وبيساعدوه، والحقيقة ما بيسألوش على فلوس خالص لغاية ما بيتعالج وبيطلع. الحقيقة يعني طبعا كل الدول ديت دول جاذبة للأيدي العاملة، فهي عايزة بتعمل
زي كده بروباجندا وبتعمل تسويق ماركتينج لبلدها، بحيث انها عشان تجذب الناس اللي هم مش واخدين حقوقهم في بلادهم، او فقراء في بلادهم، او متوسطي الدخل وعايز يحسن دخله، عايز يعيش عيشه افضل، عايز العربيه والبيت وي 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 وي. فبيقدم الصوره ديت عشان تبقى يعني ايه اتراكشن ليهم. لكن في واقع الامر مش كده الموضوع. اذا ما كانتش حالتك يعني خطره مليون في الميه ان انت عندك هارت اتاك او حاجه، اوكي ده هيحصل. لكن لو انت تعبان قوي، بس تعبك بص الكلمه دي، بس تعبك مش هيقضي على حياتك، بس انت تعبان قوي، الحقيقه بتروح الامرجنسي وتفضل تنتظر دورك. حتى في امريكا اللي هي يعني متقدمه جدا وعندها امكانيات بشعه، ومرتبات الدكاتره فيها عاليه جدا والممرضات عاليه جدا، لدرجه ان ممكن لو اسره فيها ممرضه واحده ممكن اسره كلها بتشتغلش والممرضه تقدر تصرف على البيت بالكامل. تفضل قاعد مستني دورك، لان لو عندهم 20 30 سرير وفي 50 او 100 عيان بره في الامرجنسي، هتفضل مستني لغايه ما تاخد دورك، وبعدين ياخدوا بياناتك الاول وتملى بياناتك، وبعدين تملى بياناتك بما فيهم الانشورنس. لو ما فيش انشورنس هيبقى قصه تانية. وتيجي ممرضه تسالك انت عندك ايه، حاسس بايه، وبعدين ترجع تقعد تاني، وبعدين ايه لما يفضى سرير يدخلوك جوه، تدخل ممرضه تاني تسمع منك تاني، وبعدين تقول للدكتور او الدكتوره اللي هي النبطشيه تدخل تكشف عليك، تقول لها اعملي كذا، علقي محلول كذا، اعملي كذا. فبرضه ده بياخد، حتى الامرجنسي بياخد وقت. بالنسبه للتخصصات ممكن في بعض التخصصات هتحجز فيها وتقعد 6 شهور زي ما بيقول، كلامه صح. ولو ان امريكا الطب فيها غالي جدا جدا جدا، حتى بعد الانشورنس هتلاقي نفسك دافع مبلغ ضخم. الله لا يقدر لو رحت امرجنسي او حتى بيتوك في المستشفى يوم او يومين، هتدفع مبلغ ضخم جدا. هتقعد تقسط فيه ويقعدوا يتخانقوا معاك وتتخانق معاهم ويقول لك لا المبلغ ده لا ما ينفعش، ده هم 6 شهور اقسام، طب اجيب لكم منين $1000 في الشهر؟ ملناش دعوه. بعد 3 شهور يروحوا محولينك على كولكشن، دي شركه مهمتها انها تجمع الاموال بس، فبتتصل بيك كل 5 ايام، كل يومين، تزن عليك، تزهقك في حياتك، تكرهك في اليوم اللي انت اتولدت فيه. انا بقول الكلام اللي انا شفته. انا تعرضت للمواضيع ديت كتير، وعارف رذالتهم في هذا الموضوع. هو مش هيسيبك، هو هياخد حقه بالعافيه. في ناس بتبلطك، في ناس لو مش دافع غير $10 في الشهر، مش عارف ايه القصص دي بنسمعها كتير، لكن هم ناس رزله جدا، خصوصا الكولكشن كومبانيز ديت ناس رزله يعني. لو انت بتحجز حاجه متخصصه، يعني دكتور متخصص، في ناس فعلا هتقعد 6 شهور و5 شهور. فاذا كانت كندا ببلاش وهتقعد 6 شهور، في امريكا بفلوس كتير، وخصوصا السبيشاليست دكتور بيقعد، ممكن تقعد 3 شهور 4 شهور 6 شهور لغايه ما يجي دورك، وهتدفع كتير. التامين هيدفع جزء وانت هتدفع الباقي. نفس القصه في الدواء، التامين هيدفع جزء وانت هتدفع الباقي، فهي مش فري. فتعليم، انسى تعليم. اما بقى حتى مدارس الخاصه بقوا يعلموا الحاجات دي، لازم بقى تشوف لك ايه، مدرسه اسلاميه مثلا، او مدرسه كاثوليك مسيحيه، او مدرسه يهوديه. الحاجات دي ال3 دول الخاصه ينفع، بس بقابلني لو دخلت اساسا. اما بقى موضوع المدارس، برضه في امريكا في نوعين من المدارس. هو كلامه مظبوط في النقطه دي، ان يعني 90% 95% من المدارس في امريكا بدات تدرس الشذوذ وتدرس الحاجات اللي احنا مش عايزينها اصلا، ولا هم كمان عايزينها. انا كلمتكم في حلقه فاتت عن الموضوع ده، وقلت لكم الموضوع خرج عن نطاق السيطره، حتى الامريكان نفسهم كارهين الموضوع ومش حابين الموضوع، ولكن قوه وايدي خفيه تجبر السيستم التعليمي في امريكا على تدريس هذه الاشياء حتى لو الاهل مش عايزينها. يعني نفس القصه في كندا هو قالها. بس حته الكاثوليك سكول والاسلاميك سكول هي برضو غاليه. الكاثوليك سكول غاليه جدا جدا جدا، فبرضو مش هيقدر عليها اي حد، والا هتشتغل ليل ونهار، تشتغل لك شفتين ولا حاجه في اليوم في اي حته، شغلانتين، عشان تقدر تدفع من الشغلانه التانيه الالاف اللي هتدفعها في الكاثوليك سكول عشان تعلم عيالك تعليم نظيف بدون التطرق لمواضيع الجنس والشذوذ وما شابه ذلك.
من اغلى مدن في العالم دلوقتي تورونتو وفانكوفر، بريتش كولومبيا وتورونتو اوتوا، اونتاريو قصدي. هتروح اوتوا غالي، تورونتو انسى ايجار شقه اوضه واحده 3000 3500 دولار. بيت هتجيب لك بص عش عصافير بمليون في تورونتو. هتروح فانكوفر عش العصافير هناك بمليون ونص 2 مليون. ده بيت بقى معفن جربان، يعني بيت عارف اللي هو تيجي تفتح الباب يطلع في ايدك، فاهم؟ والله العظيم بكلمك بجد، انا مش ببالغ، والله انا عايش هنا ومش ببالغ، واللي عايش هنا هيقول لك كلامي صح. أما موضوع السكن فحدث ولا حرج. أمريكا ارتفع فيها الإيجارات وشراء البيوت بشكل بشع بعد البانديميك، لأن هم الحقيقة عملوا غلطة بشعة وادوا فلوس كتير جدا للناس. فبدأ الناس تجري على شراء البيوت. في ناس حوشت فلوس كتير من ورا الموضوع دوت وعايزة تشتري، والناس ما بقتش تبيع زي الأول لأنها قادرة تدفع الأقساط بتاعت البيوت لو عندها بيت. فبدأ يبقى في ندرة في البيوت اللي موجودة أو المعروضة، وفي زيادة كبيرة جدا في الشراء، فارتفعت الأسعار البيوت بشكل جهنمي، يعني شكل بشع. فبدأنا نسمع إن اللي كان زمان البيت أبو 250,000 وصل له مثلا 400,000 ولا أكتر. البيوت اللي كانت ب1,000,000 بقت ب1,500,000 ولا حاجة. الأسعار مش بالملايين اللي قالها الكابتن الدرة في كندا، لكن مازال الموضوع ممكن في أمريكا. لكن برضو في الوقت الحالي، أنا بتكلم دلوقتي حالا، لو حد هيشتري بيت مش هيكون أفضل أوقاته، لأن سعر الفايدة عالي جدا. وبما أن سعر الفايدة عالي فتكلفة شراء البيت بقت عالية. تكلفة الحياة الشهرية أو تكاليف الحياة الشهرية، بما أن الفايدة زادت فسعر البيت زاد، فالقسط الشهري بتاع البيت زاد. فهو ليس الوقت الذهبي لشراء بيت. أما تكلفة الحياة عموما أو غلاء المعيشة عموما في الدول ديت، ففعلا الدول ديت المعيشة فيها بقت غالية جدا، ما بقتش زي الأول. كان زمان الحياة أرخص من كده بكتير وكانت أفضل من كده بكتير، ولكن ضربتين في الراس توجع. الحقيقة البانديميك أثر جدا 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 على الحياة في أمريكا. وزي ما قلت لكم، بما أنهم ادوا فلوس كتير جدا للناس المتضررين من البانديميك، اللي هم فقدوا شغلهم أو اللي هم سابوا شغلهم. طبعا في ناس كتير سابت الشغل، قالوا ان هم خايفين، ولكن دي كانت خدعة عشان ياخدوا فلوس من الحكومة، لان كان ياخد كتير قوي اكتر من ان هو يشتغل ويشقى ويتعب. وهياخد يمكن نص اللي كان هياخده من الحكومة كبدل، يعني فقدان عمله او كإعانة. فطبعا ناس كتير او معظم الناس سابت اشغالها، قعدت في البيت عشان تاخد فلوس اكتر. فده خلى الحكومة تضطر انها تطبع فلوس، ولما طبعت فلوس بقت قيمة الدولار اقل، وبقت في يعني زيادة في الطلب على السلع الغذائية وعلى كل حاجة الحقيقة. فالسلع الغذائية أكتر حاجة تضررت وغليت الأسعار جدا. بقت ما تقارنهاش زي الأول، يعني من أول الكيس بتاع البيبسي وأنت طالع لغاية استاكوزا ولا الكافيار، كله غلي، كل حاجة غليت وما بينهما. ما بقتش الحياة كما يحلم بيها المهاجر الحقيقة حتى في أمريكا. ولكن في أمريكا ما بقتش الحياة لا تطاق أو لا تحتمل، عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، ولكن هي غالية قوي بالنسبة لقبل كده. لكن ما زال الناس قادرة تعيش، ما زال الناس بيشتروا أكل فوق طاقتهم، بيشتروا أكل فوق اللي هم عايزينه. بحكم البنفيتس اللي الناس بتحصل عليها هنا، واللي فيها بقى قصص كتير وألاعيب كتير ليس يعني وقتها ان انا احكيها. لكن في طبقات كتير من المهاجرين عرفوا القانون يضحك عليه ازاي، وبدأوا يضحكوا عليهم ويستفيدوا من الاعانات دي، ويستفيدوا من الحاجات اللي هم المفروض انهم يشتغلوا في هذه الفترة العمرية. يعني ناس كتير عندها عشرينات، تلاتينات، اربعينات، وهم في عز شبابهم بدأوا يفضلوا انهم يقعدوا في البيت او يشتغلوا من تحت الترابيزة عشان يقدروا يضحكوا على الحكومة وياخدوا المعونات ديت، الاكل والاعانات، لانهم بيدوا اعانات في كل حاجه، في التدفئه، في الكهرباء بيدوهم اعانات، في السكن اعانات اكل. فاشتغل ليه؟ طب ما انا
ابلطج واقعد في البيت او اشتغل من تحت الترابيزه ما حدش يشوفني يعني كاش، وده زي الفل هيجي لي فلوس كتير اخر السنه لان عندي عيال، الضرايب هتديني فلوس يعني يعني احسن لي، وهاخد بقى كل الاعانات ديت، فانا كده كده قاعد زي الباشا. وده ادى الى انحدار الامن حتى في الشارع، لان الناس كتير قاعده في البيت مش عايزه تشتغل، وبدا الفراغ يؤدي الى زياده الجريمه واللي احنا بنشوفه دوت. ده مش معناه ان الناس مش لاقيه تاكل في امريكا، مش معناه كده خالص يعني، لكن بتكلم على الطبقه المتوسطه عايشه يعني. طبعا اللي كان يقدر يشتري مثلا 50 باوند في الشهر، ده رقم مجازي يعني، النهارده هيشتري مثلا 20 باوند لحمه في الشهر مثلا، 25 مثلا، فبس عايش كويس. بس في بدائل كتير هنا، مش هنا الحياه مش زي الدول العربيه، لان في بدائل كتير. ممكن تروح تاكل استاكوزا في حته، وبعدين ممكن ما تروحش تاكل استاكوزا، تروح تاكل مثلا جمبري، بدل ما يكون حجمه ضخم يبقى حجمه صغير في متناول ايدك مثلا ب$7 بدل ما تشتري حاجه ب$20 جمبري جامبو يعني. ممكن. فالحياه هنا مش زي الدول التانية، لا الناس ما زالت عايشه كويسه. ولكن عموما انا لما كنت بتكلم زي الكابتن محمد الضرة، كانت ناس كتير بتشتم ما ترجع بلدك يا عم ما تقرفناش وهكذا يعني. وانا لما قريت التعليقات برضو للكابتن الضرة لقيت في ناس يا عم لو انت مش عارف ايه ارجع مصر. كلام يعني سلبي، لكن اللي عايش هنا بيحكي الواقع، الناس ما بتصدقوش ومش عايز تسمعه من اساسه. هي حمة هجرة، فكله عايز يهاجر وخلاص، بغض النظر ان احنا بنوعي. لما هتيجي لا تعتقد ان الحياة وردية وامريكا فاتحة دراعاتها وهتحضنك وتاخدك بالحضن وتقول لك اقعد في البيت وانا لا انت انت لو مشيت بما يرضي الله يعني. طبعا جودة الحياة أعلى بكتير، مفيش مقارنة، ما ينفعش تقارن مثلا القمر بالأرض، ما ينفعش. لكن في مقابل الحياة اللي هي البيت والعربية والبيج سكرين تي في واللابتوب والآيباد والآيفون، دول والهوم سينما، دول لازم تدفع ضريبتهم شغل وهارد ورك، والحياة ليست كما ترسمها الأفلام. الحقيقة في النهاية يعني عايز أقول كلمة، هو قال برضو إن أمريكا أفضل من كندا. الحقيقة كل الناس اللي أنا أعرفهم اللي هم راحوا كندا كانوا عايشين في أمريكا وراحوا كندا زيارة ما حبوهاش. بيقول لك ما أعرفش ما حبيتهاش ليه، بس ما حبيتهاش، مش ما أقدرش أعيش هناك، ما أقدرش يعني، ما أعرفش. كل حاجة قال لي، كل حاجة حتى المطاعم حتى لما تطلع تتفسح ما في يعني، مش هنا حاجة تانية في أمريكا حاجة تانية. فهو كلامه مظبوط في النقطة ديت. أنا رأيي الشخصي يعني لو بلد حتى فيها إيه، لكن الجو فيها برد قوي زي كندا كده، أنا صعب إن أنا أقدر أعيش في جو زي كده يعني. الحياة يعني هنا بنسلفانيا برد وتلج طبعا فترة طويلة من السنة، ولكن الفترة الطويلة ديت لما الشمس ما بتطلعش والدنيا بتبقى مظلمة ليل ونهار، بتبقى يعني بتضفي كده كآبة على الإنسان، لأنه مش عارف يطلع، مش عارف هيلبس ايه، يطلع مش عارف يعني حتى عينيك اللي انت محتاجها تمشي بيها بتبقى تلج داخل فيها يعني. في ماسكات هنا بتغطي الوش كله الا العينين، حتى عينيك بتبقى بردانه جدا ومش قادر تمشي حتى. خطر قوي المشي في الشوارع لانك ممكن تتزحلق او يجرى لك حاجه. فالحياه مش سهله ابدا في دول المهجر، الحياه هنا افضل بس محدش بياخد كل حاجه، لازم تاخد حاجه وتدفع حاجه في مقابلها. وده اللي انا بحاول اوصله للناس كلها، بغض النظر عن التعليقات السلبيه. ما ترجع يا عم ما تزهقناش، طالما انت كده ما ترجع وشوف عندنا العيشه شكلها ايه. مش ده الغرض من الفيديوهات دي، الغرض من الفيديوهات دي هي الواقع، او يعني رسم صوره حقيقيه لبلاد المهجر اللي هي فيها مزايا كتير جدا بس فيها عيوب في المقابل كتير جدا. وفي خلال الرحلة الطويلة دي بقالي 3 سنين تقريبا أنا قلت مميزات كتير وقلت عيوب كتير من وجهة نظري. ملعب طويل عريض أهو يا جماعة، مفيش ولا بني آدم فيه. حياة صعبة وكله بيجري ورا أكل عيشه، حتى الشباب الصغير هنا اللي في هاي سكول ويقدر يجي يلعب وكده كله بيشتغل لأن هو محتاج يغطي تكاليف الحياة، من تليفون لعربية للبس
لمصاريف المدرسة، مصاريف الكلية، وهكذا. جودة الحياة عالية زي ما انتم شايفين، فاضية مفيش حد. قلما أعدي مرة وألاقي جروب من الشباب بيلعب هنا، قلما، لكن هو دايما فاضي، بس هم مجهزين لهم كل حاجة. بس دي كانت حلقتنا النهاردة، أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.